السلام عليكم. نتمنى تكونوا في احسن البنات. الاحوال. نتوما كتشاهدوا معايا هاد لا فيديو. اليوم جيت نحضر معكم هاد الكرواسون، كتجي غزاله وناجحه 100%. تبعوا المقادير والوصفه، غادي نكتبها لكم في اسفل الفيديو بالجرامات. شفتوها واللي مازال ما شاء اشتركت الله. في القناه اشترك، واللي مازال ما عملت لايك فاختي الله يجازيك بالخير عملي معاك هذاك اللايك. المقادير كنحتاجو واحد كاس عنبه ديال الحليب اللي كيكون بارد، كاس وربع ديال الحليب كيجي 250 مليلتر، كنضيفو عليه 2 معالق كبارين ديال السكر، ايضا كنضيفو عليهم ملعقه كبيره ديال الخميره الناشفه 7 غرام. غادي نخلطوا هذا الشيء هكذا. من بعد ما خلطت العناصر مزيان، دابا من بعد ما خلطته مزيان غادي نضيف عليهم 400 غرام د الطحين الحلوى. غادي نغربلو كامل. من بعد ما غربلت الدقيق كامل غادي نضيف عليه ملعقه كبيره ديال الزبده مذوبه كتجي 40 غرام. غادي نخليكم المقادير بالغرام في صندوق الوصف اللي بغاهم. كذلك غادي نضيف واحد ملعقه صغيره ديال الملحه، وغادي نخلط هذا الشيء هذا. واحد الاناء كدهنوه واحد شويه بالزيت، كنوضعوا فيه العجين ديالكم حتى هو كدهنوا له شويه الوجه ديالو بالزيت. كتغطيوه بالبلاستيك الغذائي وتخليوه من 30 دقيقه حتى ساعه يرتاح. من بعد ما العجينه ارتاحت معايا واحد ساعه د المكانه، دابا غادي نحيد منها هذيك الهواء اللي في الداخل ديالها، وغادي نقسمها على 10 ديال القطع. واحد القطع هذه غادي تكوروها بالايد ديالكم. غادي نخليوها 10 دقائق يرتاحوا ونرجعوا ليها. من بعد ما ارتاحوا معنا 10 دقائق دابا غنطلقوهم بلاصه الحامل. في هذه المرحله كنحتاجوا واحد 140 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، وندلك كون واحد شويه ديال الزيت. غادي ندهن هاد شويه هاد الدلاك هذا
باش ما يلصقليش العجينه فيه. ديري غادي تجيبوا واحد شويه الزبده قياس واحد نصف ملعقه صغيره، وغادي تدهنوها في هاد العجينه هادي. ملي دهنوها ضروري تخليو واحد 5 سنتيم على الحاشيه باش ما تخرج لكمش الزبده ملي تكونوا كتورقوا العجينه. من بعد ما ساليت الكرات ديالي كاملين غادي نوضعهم هنايا وغادي نخليوهم واحد مهم على حسب نتوما الشغل ديالكم، غير باش يرتاحوا شي شويه باش ما يطلقوا معنا بالدلاك، يجيونا ساهلين في التطليق ديالهم. هنايا من بعد ما ارتاحت معايا غادي نطلقها، غادي نرش واحد شويه ديال الدقيق هنا على سطح العمل. تلقوهاش بزاف، خليو لها واحد 5 سنتيم ديال الرق ديالها كما كتشوفوا معايا. من بعد كتلقوه بواحد الموس كتقطعوه لواحد 12 قطعه كما كتشوفوا معايا بالضبط.
كما كتشوفوا معايا هاد الفتحه اللي عملنا هنايا كنتنيوها هكذا، ورخفوا يدكم في الثانيه ما تزيروش، كتجبدوا واحد الشويه هذا تجي على هذا الشكل هذا، كتوضعوها في الصينيه ديالكم، تقرصوها واحد الشويه كما كتشوفوا عندي هنا. مساليت جميع الحبات اللي عندي، غادي دابا نخليهم حتى يخمروا يتضاعف الحجم ديالهم، وغادي نفوتوا باش نطيبوها. من بعد ما تضاعف الحجم ديالهم وخمروا معايا مزيان، غادي ندهنهم بواحد الصلفه البيضاء والقليل من الحليب. في هذه الاثناء هذه البنات خص يكون عندكم الفران ديالكم كيسخن على درجه 220 200 درجه. من بعد ملي غادي نجيو ندخلوهم البنات الفران، غادي نقصوا الفران، غادي نخليوه على درجه 160 درجه. والناس اللي عندهم الفران الغازي يديروه عالي في الاول حتى يسخن مزيان، ومن بعد ملي غادي يجيو يعدلوا الكرواسون ديالكم، يعني غادي تنقصوه نقص مهيله، العافيه مهيله تعملوا له. هذا هو الشكل ديالها ملي خرجت من الفران. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي غزاله، ناجحه 100% البنات، كنصحكم تجربوها.